شهدت مباراة القمة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حادثة مؤثرة، بعدما اضطر النجم المغربي أشرف حكيمي إلى مغادرة أرضية الملعب مصابا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسط قلق كبير من زملائه والجهاز الفني. جاءت الإصابة بعد تدخل قوي من اللاعب الكولومبي لويس دياز الذي حاول افتكاك الكرة من حكيمي، غير أن تدخله العنيف من الخلف تسبب في سقوط الدولي المغربي أرضا وهو يتألم بشدة. الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان تدخل بسرعة لتقديم الإسعافات الأولية، غير أن ملامح الألم والبكاء على وجه حكيمي أكدت خطورة الموقف، ما اضطر المدرب لويس إنريكي لاستبداله فورا. وتترقب جماهير باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة، خاصة وأن الفريق الباريسي مقبل على مباريات حاسمة في الدوري ودوري الأبطال، فيما يخشى المغاربة غيابه عن معسكر أسود الأطلس المقبل في نوفمبر.